عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه أي بالمعاصي، فكانا متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، فيقول: يا هذا أقصر، فيقول له: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، فقال له: ويحك أقصر، فقال له: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عند الله تبارك وتعالى، فقال الله رب العالمين للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي خازنا؟ اذهبوا به إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بالكلمة أوبقت دنياه وآخرته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.